السلام عليكم حبايب قلبي الاعزاء، طلبة تالتة ثانوي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب. النهارده ان شاء الله باذن الله هنحل دور تاني ان شاء الله 2024 ثانويه ازهريه. فسام الله ونبدا. انا حليت اول سؤال بس مش عارف الدنيا ما كانتش بايظه خالص، فتعال نحله تاني. الكميه اتش على سي في لامدا تمثل نوع. احنا قلنا اتش على سي في لامدا، اتش على لامدا يديك البي ال، يعني بي ال على السي. البي ال على السي مستحيل يديني طاقه فوتون. امال مين يا مستر؟ اهو حبيب قلبي، احنا قلنا الاي اللي هي الطاقه معادله اينشتاين بتساوي ام سي تربيع ام سي في سي. سي الام في سي اديني كميه تحرك البي ال في سي. لو عايز اجيب البي ال هي اللي بتساوي اي على السي. تمام، يبقى لن تساوي طاقه الفوتون. طب تردده، بص يا معلم، مش انت عارف ان الكتله بتاع الفوتون القانون بتاعها بتساوي اتش في نيو على السي تربيع؟ تمام. وانت عارف ان السي بتساوي لامدا في النيو. طب انا عايز اجيب قانون للنيو، النيو هتساوي سي على اللامدا. تمام، يبقى انا اقول ادي الاتش نزلت والسي تربيع تنزل، انا هشيل النيو احط مكانها سي على اللامدا، فالسي تروح مع التربيع، اتبقى لك اتش في سي على اللامدا. يبقى القانون ده بتاع مين؟ بتاع كتلة الفوتون. يبقى الإجابة رقم د. بس المفروض يقول كتلة الفوتون هو متحرك، لأن الفوتون الساكن ملوش كتلة، كتلته بصفر. مجموعة من المكثفات مختلفة في الساعة موصلة على التوالي ومع مصدر تيار مترادف، فإن الكمية التي يجب أن تكون متساوية في المكثفات. يا حبيب قلبي صلى على النبي، مش هما متوصلة على التوالي؟ يبقى شدة التيار ثابتة، وفي نفس ذات الوقت كمية الشحنة الكهربية تعامل كالتيار. يعني ايه كمية الشحنة الكهربية تعامل كالتيار؟ يعني لو التيار ثابت على التوالي، إذا كمية الشحنة الكهربية كمان ثابتة على التوالي. فالإجابة رقم ج. اللي بعده موصل طوله ال نص قطر ار وموصل اخر من نفس المادة، يبقى الرو اي ثابتة ومن نفس الطول، يعني الطول ثابت ولكن نص قطره تلت نص قطر الاولاني. فإن مقاومة الموصل يا محترم، مش انت عارف ان الار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع؟ ماشي، دي قالك انها ثابتة ودي ثابتة والباي رقم ثابت، يبقى الار ومربع نص قطر بينهم علاقة عكسي. يعني لو ار الاولاني كانت بار، ار التاني عايز اجيبها، انت قلت عكسية، يبقى نص القطر التاني على نص القطر الأولاني. نص القطر التاني تربيع تلت، لما نربعها يديك تسعة ار تربيع على نص القطر الأولاني ار تربيع، فدي تروح مع دي، يبقى لك ار على ار اتنين هتساوي تسعة. يبقى ار اتنين يا معلم طرفين فاصلين هتساوي تسعة ار. يبقى مقاومة الموصل التاني أكبر من مقاومة الموصل الأول بمقدار 8 أمثال. دي صح، لان مقاومة الموصل الاول احنا فرضناها بار، بس مقاومة التاني ب9 ار، فهي مقاومة التاني اكبر من الاول بمقدار 8 امثاله. صح، عشان قالك كلمة بمقدار. ملف حلزوني اللي هو لولبي، معامل حثه الذاتي ال وعدد لفاته ان اعيد تشكيله، مهم اوي، ليصبح عدد لفاته 2 ان مع ثبات طوله. عملية إعادة التشكيل بتغير في حاجتين، بتغير في ال N وبتغير في الار في نص القطر. ليه؟ هقول لك، لان انت عارف ان ال طول السلك بتساوي 2 باي ار ان، انت قعدت تشكيل نفس الملف، يبقى الار والان بينهم علاقه عكسيه، فعمليه اعاده التشكيل بتغير في حاجتين. مش انت عارف ان البي بتاع الملف اللولبي يا محترم بتساوي ميو ان اي على ال؟ ايوه تمام. وقال لك ملف حلزوني معامل حثه ذاتي ال وعدد لفاته ان اعيد تشكيله ليصبح عدد لفاته 2 ان مع ثبات طوله، فإن معامل حث ذاتي مش بيسأل عن البي، بيسأل عن معامل حث ذاتي. اكتب بمعامل حث ذاتي ميو ان تربيع في ايه على ال. الميو كده كده ثابتة وقال لك مع ثبات طوله، يبقى كده ال معامل حث ذاتي بتساوي ان تربيع في ايه. يعني لو قلت ال واحد اللي هي بال على ال اتنين اللي انا عايز اعرفها، يبقى ان 1 تربيع اللي هي بان تربيع في ايه 1، هنفك الايه بقى بباي ار تربيع على ان 2 تربيع في ايه 2. قالك ليصبح عدد لفاته 2 ان، ربعها يديك 4 ان تربيع في ايه 2. بس انت لسه قايل ان لما لفات تزيد بمقدار معين نص القطر بيقل بنفس المقدار، مش انت قلت اللفات زادت للضعف؟ اذا نص القطر هيقل بنفس المقدار، ففك المساحة التانية فكها بباي ار تربيع. اللفات زادت للضعف يبقى نص القطر هيقل نص، واوعى تنسى ده نص تربيع. نص تربيع هيديك ربع. حلو. حلو، فالربع يطير مع الأربعة وإن تربيع تطير مع إن تربيع والباي تروح مع الباي. يلا يا معلم طرفين فاصلتين. تاني ورقة خارجية هنا عملها لك فيها عشان ما تلخبطش. بص يا عم، بس تقريبا الأرقام واضحة هنا تقريبا اهو. بص تعالى بالراحة، مش دي طارت مع دي والباي طارت مع الباي وار تربيع مع ار تربيع والأربعة مع النص، يبقى لك واحد على واحد، يبقى ايه الاتنين بتساوي ال واحد في واحد، هيديك ال واحد. بس مش محتاجة ورقة وخلاص.
اللي بعده سلكان مستقيمان متوازيان البعد بينهم دي، يمر بكل منهما تيار كهربي اي، اذا نقص البعد بينهم الى النص وزادت شدة التيار في كل منهما للضعف فان القوة المتبادلة. مش انت عارف ان الاف بتساوي ميو اي واحد في اي اتنين في ال، حيث ال الطول المتقابل او الطول المشترك بينهم على 2 باي دي. تمام، دي رقم ثابت ودي رقم ثابت والباي رقم ثابت وما جابش سيرة الطول فده رقم ثابت. يبقى الاف هتساوي اي واحد في اي اتنين على الدي. قالك انا زودت تيار كل منهم للضعف، يبقى اي واحد زودته للضعف، مش بس كده اي اتنين زودته للضعف، مش بس كده، قالك ونقص البعد العمودي بينهم للنص، يعني دي البعد العمودي نقصه النص. 2 في 2 ب4، 4 نص يديك 8. يبقى القوة يا معلم أصبحت 8 أمثال ما كان عليه، يبقى تزداد إلى 8 أمثال ما كان عليه. الإجابة رقم ج. مكثف كهربي ومفاعلاته السعوية يبقى دي الإكس سي، تضاعفت كل من سعته وتردده تصبح مفاعلاته بكام؟ مش انت عارف ان الإكس سي المفاعلة السعوية 1/2 باي اف سي؟ ماشي، صلى على النبي بقى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. يا مستر ال2 باي دي رقم ثابت، يبقى الإكس سي تتناسب تناسبا عكسيا مع الاف والسي. قالك انا ضاعفت كل من السعة والتردد، يعني التردد ضربته في 2 والسعة ضربتها في 2، يعني المقام ده كله 2 في 2 زائد 4 أمثال ما كان عليه. إذا اكس سي تقل الربع لأن بينهم علاقة عكسية، فالاكس سي تقل الربع. هي كانت بكام؟ هي كانت ب2000، صح؟ هي كانت ب2000، اضربها في ربع. 2000 لما تقسمها على 4 يديك إن كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد 500. فالإجابة الصح تكون الإجابة رقم ألف. اللي بعده النسبة بين ال EMF المستحثة العظمى في ملف دينامو إلى ال EMF المتوسطة خلال ربع دورة من وضع الصفري اللي هو الصفر يعني. أهو بقولك إيه، أنا عايز أجيب ال EMF max إلى ال EMF خلال ربع دورة من الوضع العمودي بتساوي. يا ابني بص، مش انت عارف ان ال EMF max يا محترم بيساوي ابن الأوميجا AB/N2/F؟ مش انت عارف ان ال EMF خلال ربع دورة من الوضع العمودي اللي هو وضع الصفر بتساوي 4 ابن F؟ ده رقم محفوظ أصلا. ABN F مع الإف. يلا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين، بس يا معلم يبقى لك ايه؟ يبقى لي باي على الاتنين. إذا الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ب. اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم. ده ترانزستور، وانا بحب درس الترانزستور جدا لاني انا في ثانويه عامه كنت بحبه قوي 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 وكنت بحله بسرعه. فتعال نخلصه يا عم. الشكل المقابل مديك الرقم ده بيساوي الالفا، احسب نسبه التكبير البيتا اي. نسبه تكبير التيار، ما هو انت عارف يا محترم ان البيتا اي القانون بتاعها اي سي على اي بي. انت كنت حافظ ازاي في ثانويه عامه؟ كنت حافظها ان دايما البيتا او حتى الالفا بدايتها اي سي، دي بيتا يبقى المقام اي بي، دي الفا اي يبقى المقام اي اي، وهكذا. كنت حافظها كده في ثانويه عامه. او كان ليها قانون تاني، الفا اي على 1 - الفا اي، ودايما نسبه الالفا دي بتكون رقم اكبر من 1. يلا عوض بقى، هو مديك الالفا اي، تعال نجيب آلتك الجميله. بكام الرقم ده؟ 50 على 51 تقريبا 99%، 98%. يلا، يبقى 98% على 1 - 98%، يبقى 98% على 1 - 98%. اداني كام؟ اداني 49. يبقى الحمد لله جبت البيتا. البيتا بكام؟ 49 اهو يا محترم. عايز اجيب تيار المجمع، ما تلف لفة كيرشوف هنا. لا ثواني كده، مش هينفع نجيب تيار المجمع. اقول لك ليه، عشان مش معانا هنا الفي سي اي. طب احنا عايزين نجيب تيار مجمع بطريقه تانية اهو. مش البيتا اي بتساوي اي سي على اي بي؟ انا عايز اجيب الاي سي. اذا الاي سي هتساوي الحمد لله بيتا اي اي بي. يلا يا محترم عوض. بيتا اي اي بي، الاي بي بكام؟ 40 مايكرو، اضرب في 10 أس -6 في البيتا اي اللي هي ب49. هيديك كام؟ يبقى الرقم ده اضربه في 10 أس -6 اضربه في 49. لا ده 49 تنضرب في 40 في 10 أس-6. يا عم في ايه؟ اداك 1.96 ملي امبير في 10 أس-3 امبير. فرق الجهد بين اهو. عايز اجيب الفي سي اي، عايز تجيب الفي سي لف في الكرشف. عشان انت عارف ان الفي سي سي بتساوي الفي سي اي زائد اي سي ار سي. يلا انا عايز اجيب دي، عايز اجيب دي عفوا. الفي سي سي ب1.5، الفي سي اي عايزين نجيبها محترم زائد اي سي ار سي. الاي سي انت لسه جايبه اهو، 1.96 في 10 أس-3. الار سي مقاومة المجمع ب500. يلا خلص دول واديهم بعكس الشر. يبقى 1.5 ناقص الأنصر في 500 اللي هي اي سي في 500 هيديك كام؟ تطلع الفي سي ده يا محترم
اهي تطلع بكام؟ تطلع ب 52 من 100 فولت. بس يا عم اللي بعده محول رافع. كلمة رافع يا اسطى يعني ال NS أكبر من NB. مثالي يعني القدرة اللي دخلت قد القدرة اللي خرجت، ماشي. ولكن النسبة من عدد لفاته 5 إلى 2. 5 يبقى دي ال NS الكبيرة، 2 يبقى دي ال NB. ضع خطأ تحت الإجابة. ضع خطا خطأ ايه ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. خلي بالك المحاول بيشتغل بمصدر مستمر. النسبة بين قدرة الإبداء إلى قدرة الثانوي 1 إلى 1، لأن هو قالك مثالي يبقى لازما اللي دخل أهو، لازما اللي دخل يكون قد اللي خرج. طب لو المحول غير مثالي، والله يا محترم لو هو غير مثالي يبقى اللي دخل اكبر من اللي خرج، يبقى البي دبليو بي اكبر من اللي خرج. حصل شويه فقد بمعنى صح. وانا عايز اجيب فرق جهد الثانوي، مش قالك ان ده مثالي؟ يعني ممكن تقول في بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس. يلا يا محترم، في بي مديها عند المصدر هي ب200، في اس عايزين نجيبها. ان بي على ان اس، ان بي ب2، ان اس 5. 5 في 200 هيديك 1000، 1000 على 2 يديك 500 فولت. يبقى الإجابة الصح إجابة رقم ج. اللي بعده سقط شعاع ضوئي على كاثود خلية كهربائية، تردده كان أكبر من تردد الحريق. طالما التردد أكبر من تردد الحريق يتحرر الإلكترونات من سطح المعدن. فإذا زادت شدة الضوء الساقط للضعف فإن السرعة، حبيب قلب الشدة ما تزودش إلا شدة. لو شدة الضوء زادت للضعف هتزود شدة التيار الكهربائي، هتزود شدة التيار الكهربائي. ولو شدة التيار الكهربائي زادت للضعف اللي هيحصل إن عدد الإلكترونات هتزيد، لكن هي ملهاش علاقة بالسرعة، يبقى تظل ثابتة. إذا كان معدل التغير في الفيض المغناطيسي الذي يقطع لفات الملف عدد لفاته بالرقم ده هو ويبر على الثانية، يبقى ده الدلتا فاي ام على الدلتا تي. فإن قوة الدفع المستحثة ارجع لفاراداي. فاراداي قالك إن ال EMF بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي، ملك الحس. يلا يا معلم، سالب ان ال n بكام مستر؟ ب100 دلتا، بس هو عايز يجيب المقدار، فدلتا فاي ام على الدلتا تي ب1/10، يعني 1/10. ف100/10 يديك كام؟ يديك 10 فولت. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ب. اللي بعده جلفانومتر ار جي، مقاومة ملفه ار جي وصل بمجزء ار اس، فاصبحت المقاومة الكلية ار، فان النسبة بين اي جي على اي. بص بالراحة، مش انت عارف ان اي جي على اي اميتر التيار والمقاومة بينهم علاقة عكسية؟ انت بتقول اي جي فوق صح، اذا مقاومة الجلفانو تبقى تحت. اي اميتر تحت، اذا مقاومة الاميتر تبقى فوق. هي مقاومة الاميتر اسمها ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، بس هو مسمي هنا مقاومة الاميتر مسميها ار، يبقى ار بس. بس يا معلم، يبقى المفروض نقسم ار على ار جي، اذا الاجابه الصح هتكون الاجابه رقم الف. يلا يا عم اللي بعده. وهنا برضو للامانه العلميه برضو انا ما كانش ينفع ان انا اقول 50 على 51 وافكها، كنت لازم احط له كامله. يعني ايه؟ اقول 50 على 51 وتحت اقول 1 ناقص الفا ايه، 1 ناقص نفس الرقم، يبقى 50 على 51. شفت؟ هي دي حتى فرقت اهيت، فاحنا دي غلطه مننا اهيت، لازم ما نقربهاش من عندنا. انا دي غلطه مننا قربتها فعلا، لازم احطها له زي ما هو قايلها في الامتحان. يبقى الالفا ايه او البيتا ايه طلع ب50 خلاص، بدل ما كنت معوض انا ب49 اعوض انا ب50. انا اسف طبعا. يبقى 50 في 40 في 10 سالب 6 هيديك كام؟ 2 في 10 سالب 3. 2 في 10 سالب 3. بس الرقم ده بدل ما هو الرقم ده خليه 2 في 10 سالب 3 تطلع ب5/10. بس دي كل الفكرة. بس احنا ما كانش ينفع ان انا يعني ما كانش ينفع اقول 50 على 51 بكام، لا كنت لازم احط له كاملة زي ما هو قايل او زي ما هو كاتب معنى صح. ما كانش ينفع ان انا اقرا بس يعني. قلت لك بس بذاكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بس عشان ايه ماخدش وذرك يا صديقي العزيز. الوصلة الثنائية تستخدم في تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي، اللي بيقاوم تقويم موجي كامل للمقاوم المعدني في دينامو التيار هناك. نصف قطر المدار التالت بيتعامل علاقة، مش انت عارف ان 2 باي ار بتساوي ان لامدا، حيث ان اسمها رتبة المستوى او عدد المستويات بكام؟ انا قلت لك المستوى التالت، بس انا عايز اجيب نص القطر، يبقى الار هتساوي البعيد على القريب. البعيد 3 لامدا على القريب 2 باي. ماشي، طب فين 3 لامدا على 2 باي؟ هو عايز يجيب ايه؟ وعايز يجيب اللامدا. هو عايز يجيب اللامدا تقريبا، انا عايز اجيب اللامدا، يبقى اللامدا هتساوي البعيد على القريب. البعيد 2 باي ار المحيط على القريب 3. 2 باي ار على 3، الإجابة رقم د. تستخدم أشعة الليزر كمصدر للطاقة لإثارة ذرات. طبعا الليزر يبقى المادة الفعالة السائلة اللي هي الصبغات العضوية المذابة في الماء. البلورات الصلبة لأ، الصلب كنت بستخدم عنده ضوء
شديد وهاج زي ليزر الياقوت الصناعي مطعم بالكروم الغازات لا، اشباه الموصلات لا، السوائل بس كان المفروض يقول العضويه المذابه في الماء. ترانزستور ان بي ان يعمل كمفتاح اون يعني عدى تيار، عدى تيار يبقى هو متوصل توصيل امامي، يبقى القاعده دي بي دي فجوه صح، يبقى لازم تكون متوصله بجهد موجب. طب لو كان بي ان بي، لو القاعده ان يبقى تتوصل بجهد سالب عشان يبقى امامي، يبقى تتصل القاعده بجهد موجب صح. ماشي يا معلم، يبقى الإجابة الصح تكون رقم ألف. اللي بعده، في أنبوبة كوليدج للحصول على الأشعة السينية ماذا يحدث لطيف الأشعة السينية في الحالات الآتية؟ استبدال بطارية الفتيلة بأخرى قوة الدفع الكهربية أكتر. دي لو قوة الدفع الكهربية كبيرة هتطلع تيار أكتر، فبالتالي هتحرر إلكترونات أكتر، فبالتالي يصطدموا بمادة الهدف، وبالتالي شدة إشعاع الأشعة السينية هتزيد أكتر وأكتر. زيادة فرق الجهد بين الفتيلة ومادة الهدف اللي هو بين الأنود والكاثود. يا معلم أنت عارف إن الطول الموجي المستمر هتساوي اتش في سي على اي في الفي. انت لما تزود فرق الجهد بين انود والكاثود تقل الطول الموجي للأشعة المستمرة السينية. استبدال مادة الهدف بواحدة عددها الذري أقل، ما هو انت عارف ان لمدة الخطي أو لمدة المميز بتساوي اتش في سي على الدلتا اي، حيث الدلتا اي نوع مادة الهدف أو العدد الذري. انت لما تقلل العدد الذري يزيد الطول الموجي الخطي. ماشي اللي بعده، إذا كانت القيمة الفعالة يبقى دي الإفكتيف. بيقولك احسب ق د ك عندما يدور الملف بزاوية 60 من الوضع الموازي. احنا اتفقنا طالما قالك وضع الموازي بطرح من 90، هو دار 60 اطرح من 90 يبقى الزاوية بتاعتك يا محترم 30. وعايز يجيب ايه ق د ك لما يدور بالرقم ده. خلاص يا مستر، يبقى الاي ام اف بتساوي اي ام اف العظية بتساوي الماكس ساين سيتا. بس انت معاك الافكتيف هاتله الماكس. خلاص عينيا، الماكس بيساوي الافكتيف في جذر 2. الافكتيف 20 جذر 2 في جذر 2 هيديك كام؟ هيديك 20 في 2 ب40، 40 فولت. يلا يا معلم، يبقى 40 في ساين 30، 40 في نص يديك كام؟ يديك ان الاي ام اف في الحالة الأولانية يطلع ب20 فولت. متوسط ق د ك خلال نص دورة من الوضع الموازي. طبعا ما تحاولش، متوسط القوة الدفع الكهربية خلال نص دورة من الوضع الموازي بصفر. اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا محترم، بيقول لك ايه؟ بيقول لك السؤال التالي بيقول لك ايه؟ بيقول لك في ظاهرة كومتون بعد التصادم بين فوتون الأشعة السينية والإلكترون حر فإن كمية التحرك. بص، لو بتتكلم بالنسبة للفوتون كل حاجة بتقل عدا حاجتين، الطول الموجي بتاعه بيزيد وسرعته ثابتة. لو بتتكلم بالنسبة للإلكترون كل حاجة عنده بتزيد عدا طوله الموجي بيقل وكتلته ثابتة. كمية التحرك بالنسبة لمين؟ للفوتون ولا الإلكترون؟ لو بالنسبة للفوتون تقل، لو بالنسبة للإلكترون تزداد. تقل الاتنين غلط، تزداد الاتنين غلط. تقل للإلكترون لا غلط، هي بتزيد الإلكترون. يبقى تزداد الإلكترون وتقل الفوتون. يبقى الإجابة رقم د. وصلت مقاومات برقم ده على التوازي. بيقولك ايه؟ بيقولك وكانت شدة التيار كل مرة بالدايرة 1، فإن المقاومات ديت يعني ايه الدنيا؟ ماشي يا عم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تضرب. بص هو قالك ان البطارية دي لها مقاومة داخلية ولا ملهاش؟ لا ما قالكش. يبقى البطارية دي مهمة المقاومة الداخلية. يبقى انت قمت جايب مقاومة 2 3 موصلين مع التوازي، الجهد عليهم ثابت. يعني ايه الكلام ده؟ تعرف تجيب التيار الكلي يضرب في المقاومة الكلية؟ المقاومة الكلية بتاع دول كام؟ يبقى 1 على ار1 اللي هي 7، زائد 1 على ار2 اللي هي 2، زائد 1 على ار3 اللي هي 1. دي طلعت 1 على ار توتال. 1 على ار توتال ب 23 على 14. طب انا عايز اجيب ار توتال، يبقى اقلب، يبقى ار توتال هتساوي كام؟ هتساوي 14 على 23. دي ار توتال صح. اضرب التيار الكلي في المقاومة الكلية، يبقى 1 في 14 على 23، طلع برقم ده. ماشي، يبقى ده مين؟ ده الفي باتري اللي هو فرق الجهد الكلي بتاع البطارية. كام فرق الجهد الكلي؟ ب14 على 23 في. بس فرق الجهد على التوازي ثابت، يعني فرق الجهد على المقاومة دي زي فرق الجهد على المقاومة دي زي فرق الجهد على المقاومة دي. أنا عايز أجيب تيار الفرع واحد، يبقى أقسم في على ار. الفي بالرقم ده يقسمه على ار اللي هي واحد، يبقى الأنصر على واحد. طلع بكام؟ طلع بنفس الرقم، طلع ب14 على 23. إذا الإجابة الصح رقم ب، أسهل طريقة من غير ما تقعد تتعب نفسك يا اسطى. بيقول لك إيه السؤال اللي عليه الدور؟ بيقول لك بسم الله، قراءة الأميتر الحراري في الدوائر التيار المتردد تدل على القيمة الفعالة، لأن الأميتر الحراري ده بيقيس حاجتين، بيقيس القيمة الفعالة للتيار المتردد وبيقيس شدة التيار المستمر. طب أنا ليه هنا ما أقولش عليه شدة التيار المستمر؟ لأن هو بيقولك في دوائر التيار المتردد، أنت ليه جيله تيار مستمر؟
ماشي. اللي بعده في التصوير العادي إذا قلت سعة الأشعة المنعكسة إلى النص فإن شدة الإشعاع الساقطة على اللوح الفوتوغرافي. هو قال لك تصوير عادي، ما أنا صور بضوء عادي. وفي حالة التصوير البضوء العادي إن الشدة تتناسب تناسبا طرديا مع مربع السعة. ماشي. فهنا ايه اللي حصل يا محترم؟ هو قال لك إيه لو الساعة قلت للنص، بس دي نص تربيع، نص تربيع هيديك ربع، إذا شدة الشعاع تقل ربع، يبقى الإجابة رقم ألف. اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل عندك ملف العلبي يمر به تيار 2 اي. بيقول لك بداخله سلك مستقيم منطبق على محور الملف اللولبي، فإن السلك يتأثر بقوة ولا لا يتأثر؟ مش انت عارف ان القوة هيبقى قلبي بتساوي بي اي ال ساين ثيتا؟ ايه الثيتا ديت؟ اسمها الزاوية بين السلك والمجال. طب ده السلك، فين المجال؟ والله اللولبي طيرنا اهو، الطيار هيطلع كده وينزل لتحت اهو، ده اللولبي طياره ماشي كده صح؟ طير لتحت يبقى المجال بتاعه مش كده، يبقى ده مجال لولبي بيشاور للشمال وهنا الجنوب. الحق، مش ده مجال اللولبي؟ ده مجال اللولبي اصلا موازي السلك. طالما مجال اللولبي موازي السلك، اذا السلك ده لن يتاثر بقوه مغناطيسيه، يبقى الاجابه رقم د. في كمان شكل لا يتاثر بقوه مغناطيسيه، لو عندك سلك عمودي على السبوره للداخل او للخارج عند مركز ملف دائري او عده ملفات دائريه. في هذه الحاله لو سالتك عن القوه المؤثره على السلك ده بصفر، عرفت منين؟ اه مش كده، فيبعت اكس. هنا الاكس ديت عمودية على السبورة للداخل، وهنا المجال ده عمودي على السبورة للخارج، فلاقي الاتنين دول متوازيين، الزاوية بينهم بصفر، يبقى القوة المؤثرة ده بصفر برضه. دي مهمة عشان في امتحانات كتير. فرق الجهد بين طرفي الجلفانو اللي هو الفي جي. نقط فرق الجهد بين طرفي مجزء التيار اللي هو الفي اس عند تحويله إلى أميتر. صلوا على النبي. مش انت عارف يا مستر ان كده كده اصلا ال الاميتر ده عبارة عن ار جي توازي مع ار اس توازي. فرق الجهد على التوازي ثابت اصلا، يعني لازما الاي جي في الار جي بيساوي الاي اس في الار اس، بيساوي اصلا اي اميتر في ار اميتر. بس يا عم يبقى الاجابه رقم ج. تنعدم قاف ده الكاف اللحظية عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف والمجال. طبعا انت عارف ان الفاي ام عكس الاي ام اف، او الاي ام اف عكس الفاي ام. يعني ايه؟ امتى الاي ام اف تنعدم؟ في الوضع العمودي. عارف ليه؟ في الوضع العمودي الزاوية بين العمودي على الملف والمجال بصفر، بس في نفس ذات الوقت الزاوية اللي بين الملف والمجال أو خطوط الفيض بتكون بقيمة عظمى، اللي هي زاوية الفيض بتكون ب90، عشان كده الفيض بيكون بماكس. ده الفايم. يبقى عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف وخطوط الفيض بكام؟ 90. يلا معلم اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يمكن يمثل التغير في الفيض الذي يقطع ملف الدينامو خلال دورة كاملة. قاف ده الكاف المستحثة بين طرفي ملف الدينامو تكون قيمة عظمى. احنا لسه متفقين ان الفاي ام عكس الاي ام اف، يعني يوم ما الاقي الاي ام اف بصفر يبقى الفيض عندها بقيمة عظمى. طب يوم ما الاقي الفيض بقيمة عظمى يبقى الاي ام اف عندها بصفر. تعال هنا، الفيض نهوت عند زمن 2 تي اصبح بصفر، والفيض نهوت عند زمن 4 تي اصبح بصفر. بما ان الفيض بصفر اذا الاي ام اف المستحث نهوت بماكس قيمة عظمى. عندي انهي زمن؟ عندي 2 تي و4 تي. اللي بعده، طب امتى يا مستر قاف ده الكاف اللحظية مساوية لقاف ده الكاف الفعالة؟ والله انت عارف ان الاي ام اف اللحظية بتساوي الاي ام اف افكتيف عند زاوية 45 اهو، عندي زاوية 45. فاحنا المفروض نشوف فين الزاوية 45 او اي زاوية من الزوايا المكملة ليه، او ممكن نقول 135، الاتنين صح عادي جدا. تعال نشوف فين الزاوية دي او فين الزاوية دي. تعال يا معلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فين آلتك الجميلة؟ تعال اهو. تي على الاتنين ديت، عايز اعرف هي قد ايه. معلش، عايز تعرف دي قد ايه؟ قول الثيتا بتساوي 2 باي اف تي، ادي 2، الباي ب180، الاف بكام؟ 1 على الزمن الدوري، يبقى 1 على 4. التي ده كام؟ ده نص، طلع ب45. يبقى اول حاجة تي 2 معانا ده، لان تي 2 دهوت عنده كده الزاوية 45. جبتها منين؟ عن طريق قانون 2 باي اف تي. يبقى اول حاجة تي على الاتنين معانا، والوحيدة اللي بتقول ان تي على الاتنين معانا الاجابة رقم الف. تعال نجرب 3 على الاتنين برضه، 3 على الاتنين تي، شوف اطلع صح ولا لا. 3 على 2، أول حاجة الثيتا بتساوي 2، الباي ب180، الإف ب1 على الزمن الدوري اللي هو 4 في 3 على 2. لو طلعت ب135 يبقى كلامك صح. طلعت 135، إذا كلامنا صح، يبقى الإجابة الصح تكون إجابة رقم ألف.
اللي بعده قراءة الفولتمتر V1 دي بتكون ب8 فولت، فإن قراءة الفولتمتر 2 بص مش سهم التيار، هو كان ماشي كده، هو كان ماشي كده صح، ده كان داخل على القطب الموجب بتاع البطارية ده اهي. إذا البطارية ديت بطارية شحن، إذا فولتمتر رقم 1 هتساوي VB زائد IR. الفولتمتر رقم 1 ب8، ال VB1 أنا معرفهاش، تيار الدايرة أنا حتى معرفوش، المقاومة الداخلية ب2. عندي يا مستر 2 مجهول، ما يرضيش الكلام ده. تعال يا عم رقم 2 ان شاء الله هتحل كل حاجة. رقم 2 V2 دي ب18 فولت. تعال محترم، هيبقى عندي برضو مجهولين ال VB وال I. بس بص اقول لك مين الحاجات اللي بتنتج في الدايرة. الحاجات اللي بتنتج في الدايرة يا محترم بطارية التفريغ فقط. مين الحاجات اللي بتستهلك في الدايرة؟ الحاجتين، بطاريات الشحن والمقاومات. فين التفريغ؟ دي التفريغ. عارف ليه؟ لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتنتج في الدايرة. عرفت منين انها التفريغ؟ سهم التيار خارج من القطب الموجب. بطارية التفريغ ديت عاملة زي الأم بتوزع على أولادها، يعني بطارية التفريغ ديت هتدي طاقة لأولادها اللي هي مين؟ بطارية الشحن والمقاومات. طب بطارية التفريغ ديت كان معاها 18، ادت 8 لبطارية الشحن، الباقي هتاخد المقاومة. إذا المقاومة تاخد 10 فولت. تعرف تجيب التيار؟ في على ار 10 على 5، طلع التيار اللي مر بالدايرة ب2 أمبير. الحمد لله جبته. تعالى يا معلم هنا اثبت لي ان كلامك صح، عوض هنا ب2. تعالى بقى هات ال VB1. ال VB1 هتساوي 2 في 2 ب4، ودي بعكس إشارة، 8 ناقص 4 يديك إن ال VB1 تطلع ب4 فولت. طب بالمرة ما تجيب ال VB2. VB2 هتساوي VB ناقص I في R، لأن دي تفريغ. ال VB2 أنا عايز أعرفها، ناقص ال V بتساوي VB ناقص I في R. ال V ب18، VB معرفهاش، ناقص التيار جبناه ب2، المقاومة الداخلية ب2، 2 في 2 دي ب4، هي هنا بالسالب تروح هناك بالموجب. إذا ال VB2 هتساوي 18 زائد 4 تطلع بكام؟ تطلع ب22 فولت. الإجابة الصح إجابة رقم 22. من المسألة دي يا صديقي فيها رقم غلط. المقاومة الداخلية دي مش هتبقى ب2، المقاومة الداخلية بتاعتي هتبقى ب1. معلش عدلها عندك لو انت معاك الكتاب. دي هتبقى ب1 مش هتبقى ب2. فنقول هنقول دي ب1 اهي. يبقى 1 في 2 ب2، لما تروح بعكس إشارة يبقى VB1 هتساوي 8 ناقص 2 هتساوي 6 فولت. معلش دي غلطة من الكتاب، فنرجو انك تعدلها لو هي معاك الكتاب يا صديقي، معلش. بسم الله. ويبر على الأمبير بتكافئ ويبر اللي هي الفاي ام صح على الأمبير. الأمبير اللي هو الأي التيار، دي وحدة قياس ايه؟ لا يا راجل ملعون. لا بس حتة حلوة أوي. مش انت عارف ان ال يا حبيب قلبي، ال اللي هو معامل حس ذاتي كان ليه 3 قوانين، اتش أو هنري أو فولت في ثانية على الأمبير أو ويبر على الأمبير أو أوم في ثانية، اللي هي فولت على الأمبير أوم في ثانية. ويبر على أمبير وحدة قياس مين؟ معامل حس ذاتي. ده لو واحد بيحل كتير بقى. النسبة بين شدة التيار قبل وبعد الغلق. تعال نجيب قبل الغلق، اي قبل الغلق. في باتر اللي هي في على ار توتال، عندك الاتنين دول توازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يدينا 20 تقريبا. 30 في 60 على 30 زائد 60 اداني 20، ودي كمان 30 يبقى عندي 50 على الاي بعد، يبقى في باتري على ار توتال. احنا قلنا ايه؟ في باتري زي الفي الار توتال بكام؟ هيبقى دول 20 ودول نفس ال20، 20 و20 40. اقسم يلا اي قبل على اي بعد، يبقى في على 50 اللي هي قبل، لما اقسمها على شقلب اللي على الفي مع قلب اللي بعديه في 40 على الفي، دي تروح مع دي صفر مع الصفر، يبقى لك كام يا اسطى؟ 4 على 5. الإجابة رقم ألف. أتمنى إنك تكون فاهم يا صديقي أنا بحل إزاي وبعمل إزاي. أنا والله لحد الآن مش عايز يعني أعدي سؤال ده لما أكون فاهم. بص يا عم، سؤال رقم 3. إذا زادت طاقة حركة إلكترون حر إلى 4 أمثالها فإن الطول الموجي. أنت عارف يا محترم إن العلاقة دي مهمة جدا 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 سواء أنت عام أو أزهر، إن الكاينيتيك إنرجي اللي هي طاقة الحركة بدلالة الطول الموجي بتساوي اتش تربيع على 2 ام إلكترون مضروبة في مربع الطول الموجي. يعني كده كي ومربع الطول الموجي بينهم علاقة عكسية. يعني لو قلت كي 1 اللي هي بكي اي على كي 2 قالك زادت طاقة الحركة إلى 4 أمثال، يعني أصبحت 4 كي اي هتساوي لامدا 2 تربيع على لامدا 1 تربيع. هو عايز يجيبها فعلا بس عايز يجيب الأول إلى التاني، فاحنا نقلبها له في الآخر، يبقى لامدا 2 تربيع على لامدا 1 تربيع. الكي اي تروح مع الكي اي. طب ده لامدا 2 تربيع، خد الجذر بقى، جذر الربع هيديك نص، يبقى لامدا 2 على لامدا 1 بيساوي نص، لكن هو عايز الأولانية إلى التانية يبقى 2 على 1. تبقى الإجابة الصح تكون إجابة رقم ج. اللي بعده ملف دائري عدد لفاته ان وصلته ببطارية مهملة المقاومة الداخلية.
فكانت كثافة الفيض عند المركز B، فإذا قطع نصف عدد لفاته ووصلت النص التاني ببطارية، بيقول لك فإن كثافة الفيض يا معلم، مش انت عارف ان البي بتاع الملف ده يساوي منير ميو ان اي على اللهم صل على النبي على 2R. تمام. قال لك ايه؟ قال لك والله هو كان كثافة الفيض بتاعته بي إذا قطع نص عدد لفاته، كده كده الميو ثابت والرقم 2 ديت ثابت، يعني الان ديت قلت للنص. ما هو في نفس ذات الوقت لما تقل النص. طب كمل بس كمل. ووصل النص الآخر بنفس البطارية. احنا مش لسه متفقين ان ال والار بينهم علاقة طردية؟ عملية القطع، لا، في فرق بين عملية اللف وعملية القطع. عملية القطع يا صديقي نص القطر بيبقى ثابت. يعني تعالى نتخيل انت عندك دايرة اهي. الدايرة دي نقسمها لبيتزا مثلا. البيتزا دي فيها 4/4. انت جيت قمت قاطع الربع ده، طبعا نص القطر ار. انت جيت قمت قاطع الربع ده كده. ما هو لما اقطع الربع ده برضه مازال نص القطر بار، فنص القطر ثابت. لكن التيار اتغير. نتيجة التيار بيساوي في باتري على ار توتال. احنا قطعنا نص اللفات، فبالتالي الطول هيقل النص، ولو الطول قل النص المقاومة هتقل النص، ولو المقاومة قلت للنص يبقى التيار هيزيد للضعف. عندك هنا نص وعندك هنا 2، فالنص تروح مع الاتنين، تفضل كثافة الفيل زي ما هي بي. يبقى الإجابة الصح إجابة رقم ب. اللي بعده ملف مستطيل مساحته 2/100، عدد لفاته دي الان، يمر به تيار يصنع 30 مع خطوط الفيض، فإن عزم ثنائي القطب بكام؟ يا معلم انت عارف ان التاو تساوي بي ان ساين سيتا، بي اي اي ان ساين سيتا. طب ما انا ممكن اشيل اي اي ان دهيت احطها بدالة الام دي، صح؟ يبقى كده التاو هتساوي بي ام دي ونزل ساين سيتا. يلا انا عايز اجيب عزم ثنائي القطب، يبقى الام دي هتساوي البعيد على القريب. البعيد اللهم صل على النبي، البعيد التاو على بي ساين سيتا. يلا يا مستر، بكام التاو على بي ساين سيتا؟ او خلي بالك عزم ثنائي القطب ليه كمان قانون تاني بتساوي اي اي ان، وده يغنيك اصلا، وده بالفعل هيغنيك. اي اي ان التيار ب4، ال اي ب2/100، ال ان ب50، طلع ب4. بس ب4 امبير لكل متر مربع. ده لو عايز، هو مديك الزوايا والكلام ده كله عشان لو عايز سعادتك تجيب عشان لو عايز تجيب اللهم صل على النبي عزم الازدواج وكده، هو مديك الزوايا عشان كده يعني. اللي بعده في اللحظة التي تكون فيها ق د الكاف المستحثة بين طرفي الدينامو بالرقم ده جذر 3/2 من قيمتها العظمى، يبقى أكيد الزاوية 60. أنهي زاوية؟ الزاوية اللي بين العمودي على الملف والمجال ب60، يبقى الزاوية اللي بين الملف والمجال ب30. كمل بس. تكون قيمة الفيض المغناطيسي أهو. مش أنت بتقول الزاوية بين الملف والمجال ب30؟ طب هو لما الزاوية تكون بين الملف والمجال ب30، ما هو كده الفيض بيساوي نص القيمة العظمى. بس يا عم هو بيسأل عن مين؟ تكون قيمة الفيض تساوي نص قيمته العظمى، لأن الزاوية بين الملف والمجال ب30. طب عرفت منين الزاوية ديت ب60؟ هات يا حبيب قلبي اعمل ساين الرقم ده هتلاقيها ب60. إذا زاد معدل تغير التيار في الملف القريب للضعف، فإن معامل حس متبادل أو يلحق معامل حس ذاتي. أنت عارف إن EMF اللي هي معامل حس ذاتي بتساوي سالب ال دلتا اي على الدلتا تي. حابب أكد عليك معامل الحس الذاتي لا يتوقف على EMF ولا الدلتا اي ولا الدلتا تي. أما المعامل الحس الذاتي يتوقف على مين؟ يتوقف على منال الميو ومربع عدد اللفات والاي مساحة الملف والطول العكسي، وكل دول طردي. طب هل انت غيرت اي حاجه من دول؟ لا، ده انا غيرت التيار. يبقى معامل الحس الذاتي ثابت يا اسطى، ثابت على المبدأ. اللي بعده الشكل 2 يمثل جهاز توليد ليزر هيليوم نيون. المكون رقم 2 مسؤول عن ده المرايات، مسؤول عن تضخيم شعاع الليزر. تضخيم شعاع الليزر حتى يكون قادر على النفاذ من المرآة الشبه منفذة. المكون رقم 3 مسؤول عن إثارة ذرات النيون، عفوا إثارة ذرات الهيليوم. اللي بيعمل إثارة للنيون ذرات الهيليوم المثارة. اللي بيعمل إثارة للنيون ذرات الهيليوم المثارة. المكون رقم 1 ده تحدث به الإسكان المعكوس. ده واحد اللي هو التجويف الرنيني، تحدث به إثارة لذرات الوصل الفعال، أو تحدث به إثارة لذرات الوسط الفعال، اللي هو التجويف الرنيني. تمام ماشي، صلى على النبي. اللي بعده بيقولك ايه السؤال اللي بعده؟ الدايرة دي في حالة رنين تتكون من مقاومة وملف حث مكثف، فإن الفي 3 طالما في حالة رنين يا حبيب قلبي يبقى الفي اللي بتساوي الفي سي. يبقى فرق الجهد على ملف الحث تساوي فرق الجهد على المكثف. والله فرق الجهد على المكثف ب80، إذا الفي 3 اللي هو فرق الجهد، لأ ثواني بس كده. ده ملف حث، فرق الجهد على المكثف ب80، إذا فرق الجهد على ملف الحث هتساوي 80. وفي هذه الحالة هتلاقي إن الفي توتال أصبحت بتساوي جهد المصدر
او تعالى يا معلم اجيبها لك بطريقه تانية. بص يا عم، بس لو انت يعني جاي تطبق كلامك ده مثلا زي ما انت بتقول، انا اسمع كلامك، انت بتقول ان الفي 2 الفرق الجهد على المكثف بيساوي فرق الجهد على الملف الحث يساوي 80. بس المفروض لما الفي ال بيساوي الفي سي لازم الفي توتال تكون بتساوي الفي ار، يعني لو جهد المصدر بيساوي جهد المقاومة. جهد المصدر 220، جهد المقاومة 160، يبقى انت كده كلامك غلط يا مستر. يبقى في حاجة، ايوه فعلا في حاجة. الملف الحث دوت ملف حث زبالة جواه مقاومة أومية. وش اذا فرق الجهد عند ملف الحث هيختلف. يبقى لو عايز تجيب الفي ار توتال، عفوا الفي ار توتال اللي هو فرق الجهد على المقاومات، المفروض ان فرق الجهد على المقاومات يساوي الفي توتال، يساوي جهد المصدر. يساوي كام؟ يساوي 220 فولت المفروض. طيب هو انت عندك مقاومات فين؟ انا عندي مقاومة اومية بره الدايرة، ومقاومة اومية جوه ملف الحث ار ال. يبقى المقاومة الكلية بتساوي الرقم ده صح؟ طب لو انا قلت فرق الجهد على المقاومات الأومية هتساوي فرق الجهد على المقاومة الأومية اللي برا زائد فرق الجهد عند ملف. فرق الجهد بتاع كله بكام؟ ب220. فرق الجهد على المقاومة الأومية اللي برا بكام؟ ب160 فولت، زائد فرق الجهد على ملف الحث. ودي بعكس إشارة محترم، يبقى الفي اللي هتساوي 220 ناقص ده هيديك ان فرق الجهد على ملف الحث بتاع المقاومة، خلي بالك، او فرق الجهد بتاع المقاومة اللي عند ملف الحث بتساوي الرقم ده. ماشي. وبعدين تاني اهو ده في للمقاومة اللي موجودة عند ملف الحث. يبقى كده ملف الحث ده جواه حاجتين، جواه ار ال وجواه اكس ال. تمام صح كده. بس انا مش عايز اجيب فرق الجهد على المقاومة بس، لا انا عايز اجيب في 3 كله. اذا في 3 يا محترم هتساوي اي، هو عنده ار و ال، يبقى نقول اي في زد. يبقى نقول اي في ار بتاع الملف فقط الكل تربيع زائد اكس ال الكل تربيع. بس او يا عم ممكن نجيبها بطريقة تانية بدل ما نجيب الطيارة ونخش في قصة زي دي. مش انت قلت يا حبيب قلبي ان هنا دلوقتي كده احنا عندنا جهدين؟ عندنا ملف الحث ذات نفسه واخد 80 فولت صح صح، وعندنا المقاومة اللي عند ملف الحث واخدة 60. خلاص قول، مش انت عندك دي دايرة ار ال اللي هي الفولتمتر رقم 3 واقف على دايرة فيها ار و ال، يبقى اقول الفي بتاع المقاومة اللي هي 60 تربيع زائد الفي اللي واخده ملف الحث ذات نفسه اللي هو 80 تربيع، تطلع معاك على طول. طبعا 60 و80 ده رقم محفوظ هيديك 100 فولت. بس يا عم يبقى ده ياخد كام؟ يبقى اللي هو عايزه يطلع ب100 فولت. سؤال جميل جدا بالمناسبة. اللي بعده بسم الله، بيقول لك ايه؟ لزيادة شدة التيارات الدوامية ما تقسمش القلب المعدني، يقسم الجسم الى شرائح. لا، نزيد معدل التيار في الفيض. ايوه طبعا دي حقيقة. نستخدم مادة مقاومتها نوعية كبيرة. عارف لا ليه؟ لان لو الرؤية كبيرة الار هتكون كبيرة، وبالتالي التيار هيكون قليل، ولو التيار كان هيكون قليل فالحرارة هتكون قليلة، فدي غلط. دي صح، لان انت عارف من طرق تولد التيارات الدوامية في ملفات بتزود معدل التيار في الفيض او تعرضها لفيض متغير بمعنى صح. وميتر ينحرف الى نص التدريج عندما يوصل مقدارها مقاومة خارجية مقدارها بالرقم ده. حبيب قلبي عايزك تعرف معلومة، عند نص التدريج الار توتال المقاومة الكلية للأوميتر بتساوي الار اكس. هو قالك ان الار اكس ب200 صح، اذا الار توتال هي كمان ب200. وطبعا اغلب المدرسين المحترمين اي الكلام ده. فلكي ينحرف الى الربع عايزين نجيب المقاومه الخارجيه تكون بكام؟ الار اكس هتساوي مقلوب التدريج ناقص واحد في ار توتال. قالك ربع اقلب 4 على واحد ب4 ناقص واحد، واضرب في الار توتال اللي هي ب200، هيديك 3 في 200 تطلع بكام يا محترم؟ تطلع ب600 اوم. اي الكميات تتساوى في الملفين الابتدائي والثانوي لمحول كهربي كفاءته. يبقى اول حاجه هو غير مثالي. طالما غير مثالي يا معلم يبقى البي دبليو بي هتكون اكبر من البي دبليو اس، يبقى مستحيل القدره تتساوي، مستحيل القيمة الفعالة تتساوي، مستحيل القيمة الفعالة تتساوي. اللي هيتساوي معلم التردد، لأن التردد في الملف الأولاني بيساوي التردد في الملف التاني. التردد ثابت في المحولات يا محترم ما بيتغيرش. عند زيادة سرعة دوران الملف إلى 3 أمثال اللي هي الأوميجا، فإن شدة التيار المار في ملف حث عديم المقاومة الأومية يحصل له إيه؟ موصل بين طرفي ملف دينامو. هتفرق قوي. الأي بتساوي، هو عايز يجيب إيه؟ هو عايز يجيب شدة التيار بكام؟ ماشي، كان المفروض يقول أي ماكس بالمناسبة. ماشي المهم تعالى، هو قالك الاوميجا، هو قالك ملف دينامو اول حاجه، وقالك ان ديت دايره ملف حث، فان شده التيار المر في ملف حث عديم المقاومه الاميه. يبقى هنقول في ماكس على اكسل، فك الاكسل 2 باي اف ال، فك الفي ماكس ابن الاوميجا اي بي ان اوميجا 2 باي اف. ما هو انا لما ازود السرعه الزاويه 3 امثال مكان عليه، التردد ده هيزيد 3 امثال مكان عليه،
ونفس ذات الوقت التردد ده ازيد 3 امثال مكان عليه، فالتردد اللي فوق يلاشي التردد اللي تحت، يفضل الاي ماكس قيمته ثابته بمرور الزمن. اللي بعده بيقول لك قراءة الفولتمتر بكام. بص، مش التيار اللي بره المحترم بالرقم ده، احنا عايزين بقى نجيب قراءة الفولتمتر بكام. يا عم سهل ان شاء الله، سهل باذن الله. يعني اصلا اللي داخل قد اللي خارج، زي ما كيرشوف قال لك كان داخل 2 من 10. انا عايز اجيب التيار بتاع المقاومة 10 ده بكام. هيساوي التيار اللي داخل يتجزأ 2 من 10 في مقاومة توازي الأفرع، يبقى 10 في 30 على 10 زائد 30 على مقاومة الفرع اللي احنا عايزين نجيبه 10. إذا الفرع 10 هيمر عنده 15 من 100، يبقى هنا كده هيمر 15 من 100 أمبير. أنا عايز أجيب في بتساوي أي في ار، يبقى الأي في ار يديك كام؟ يديك 1.5 فولت. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ج. اللي بعده، بص يا عم صلى على النبي كده، صلى الله عليه وسلم. ثواني بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عم بيقولك ايه، بيقولك ملف حث عديم المقاومة الأمية يتصل بمكون غير معلوم، معرفوش. بيقولك ايه، بيقولك بحيث بيقولك قراءة الفولتميتر تساوي الفرق بين القيمتين. الفولتميتر ده كده بيساوي الفرق بين الاتنين دول. ماشي جميل جدا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولك فإن المكون الآخر بتساوي. هو بص، مش قالك قراءة الفولتميتر ده اللي هو واقف على المصدر المتردد بتساوي الفرق بين V1 ناقص V2؟ الحالة الوحيدة اللي الفولتميترات بتطرح عليها حالة من اتنين، يا إما يكون عنصرين L و C، يا إما يكون هو ملهاش حل إلا عنصرين L و C. لأن أنت عارف إن لو ده كان ال VR فده كان ال VL فده كان ال VC، الزاوية بين ال L و C بينهم زاوية 180، والاتنين كانوا عكس بعض، دول كانوا بيطرحوا. فأنا أكيد بطرح L و C، يبقى أكيد الدايرة دي مفيهاش R، يبقى اكيد ديت ال وسي. وقال لك ان ده ملف حث، يبقى اكيد الدايره ديت سي مكثف. بس ده طالما عديم المقاومه الاميه يبقى لازم ده كمان يكون عديم المقاومه الاميه، يبقى ده مكثف عديم المقاومه الاميه. عندما تنعدم زاويه الطور، يعني زاويه الطور بتبقى بصفر. ما هو الكلام ده في دايره الرنين، وفي حاله دايره الرنين اكس ال بتساوي الاكس سي، يبقى اكس ال على اكس سي تساوي 1. اللي بعده عايز يرسم علاقه بين الفي والار ام. اهو يا معلم، ادي الفي والار ام الفولتميتر، وادي الار ام. ما كانتش بتبقى بادئه من الصفر، كانت بتبقى بادئه من اهوت، من عند جزء مقطوع من محور الصدور، وكانت بتزيد. وطبعا هنا الجزء المقطوع كان في جي، والميل بتاع المسألة ديت كان اي جي. تمام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى يا معلم صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالى نجيب قيمتين يلا. مثلا نجيب مثلا من 18 لديت مثلا. ماشي يا عم، تعالى ناخد من القيمتين دول. يبقى انا عايز اجيب الميل اللي هو الاي جي تساوي فرق الصادات، يبقى 20 ناقص 18 على فرق السينات اللي هو 180 ناقص 160، هيديني الاي جي بكام. الاي جي تعالى يا عم، الاي جي ادي 20 ناقص 18 ب2 على 180 ناقص 160، هيديك كام؟ 1/10. يبقى الاي جي طلع ب1/10 امبير. كده جبت الاي جي الحمد لله. طبعا انا بادئ من عند جزء مقطوع، يبقى بادئ من عند الفي جي. انا عايز اجيب الار جي. في جي على اي جي، الفي جي ب6، اي جي 1/10، يديك ان الار جي تطلع بكام؟ تطلع ب60 اوم. اللي بعده عايز اجيب اي 1 واي 2 واي 3. دي كيرشوف يا معلم. تعالى هو نطبق الداخل تساوي الخارج. والله داخل اي 3 بس خارج اي 1 واي 2، يبقى لو قلت اي 1 زائد اي 2 ناقص اي 3 ده كله بتساوي صفر. لف لف كيرشوف. داخل من السالب خارج موجب، موجب 12. داخل من الموجب خارج من السالب، سالب 6. في بي هات سيجما اي ار مفيش هنا اي 1 فرق بصفر. سهم المسار انا ماشي كده مع سهم التيار، خد بالموجب. اي 2 عدى على كام؟ عدى على 2 و1، 3 اي 2. اي 3 سهم المسار مع التيار، خد بالموجب، عدى على كام؟ فاضي، ما عداش على حاجه، يبقى صفر اي 3. ما هي دي كده سهله اصلا، اقول لك ليه. اهو بص بص، شوف دي شوف دي. يبقى كده 3 اي 2 بتساوي 12 ناقص 6 يديك 6، يبقى اي 2 يا معلم يصبح بكام؟ يصبح ب2 امبير. دي اول حاجه جبتها، ده كده ب2 امبير. طب ما هي دي سهله برضو، عارف ليه؟ خد نفس المسار ده اهو، داخل من السالب خارج من الموجب، موجب 12. داخل من الموجب خارج من السالب، سالب 4. سيجما الاي ارات اي 1 سهم المسار مع سهم التيار، خده بالموجب، عدى على 2 وعدى على 8، يبقى 8 اي 1. كده كده اي 3 معداش على تيارات، سيبك منه. اقسم على 8 يمين واقسم على 8 شمال. 12 ناقص 4 يديك 8، 8 على 8 يديك 1، يبقى اي 1 ده ب1 امبير. يبقى بالعقل كان داخل كام؟ طلع 1 و2، يبقى كان داخل اي 3 بكام؟ ب3 امبير، يبقى اي 3 3 امبير. اي 1 بكام؟ لا اي 1 طلع مظبوط، طلع ب1 امبير بالظبط. يبقى الاجابه الصح رقم الف وب.
بس كده يا صديقي، احنا كده حلينا الدور التاني أزهر 2024. انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا معلش نسيت أهني عليكم في أول فيديو، والله يعني عيد مبارك على الأمة الإسلامية جميعا. السلام عليكم.